السلام عليكم ورحمة الله. كلنا بنحب الرز بلبن وبنحب نشتريه من بره، بيبقى ليه طعم مميز، بيبقى ليه كمان قوام مميز كريمي كده ومكشكش بقى زي ما كلنا بنقول. هنعمل مع بعض النهارده الرز بلبن، بس الطريقة ان شاء الله هتبقى احسن من اي محل بره، وكمان طريقة موفرة جدا. يعني هنحتاج لا لبن بودر ولا كريم شانتيه ولا اي حاجة من الحاجات دي. مكوناته بسيطة جدا وسهلة جدا، وكمان طريقته هتبقى سهلة جدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه عندي كيلو لبن مش مغلي ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين لسه في الكيس بتاعه. وبنأكد تاني ان اللبن مش مغلي. هفتح اللبن عادي جدا، انا شارياه من عند اللبان، يكون اللبان كده موثوق نشتري منه لبن حلو. وهاخد الكيلو بتاعي افضيه عندي في الحله. يبقى كيلو لبن عادي جدا لسه ما اتغلاش. هحط بقى على الكيلو اللبن ده كوبايه رز صغيره، وكوبايه الرز ما تكونش اتغسلت ولا اتنقعت ولا اي حاجه. محدش يستغرب ان كوبايه الرز مش منقوعه مش مغسوله ولا حاجه، لا عادي جدا. بس نجيب رز طبعا يكون نظيف يعني مغلف كده، وناخد منه كوبايه صغيره لكيلو الرز. هحط كوبايه الرز في الرز واسيب اللبن يغلي على النار مع كوبايه الرز. اول ما اللبن يغلي هخليه يغلي غلوه واتنين، واروح طافيه عليه ومغطياه. هغطي الرز بعد ما اللبن غلي فيه، بعد ما غلي جوه اللبن يعني، لمده ساعه. هفتح عليها يبقى بالمنظر ده كده. زي ما انتم شايفين الرز بدأ ينفش، واللبن كمان بدأ يتقل معايا. هرفعه بقى على نار متوسطة كده، انا بس بديله تقليبه افكه كده. هرفعه على نار متوسطة جدا، وهبتدي بقى اضيف الاضافات اللي هحطها. عندي هحط سكر. انا هنا بحط لكيلو اللبن وكوباية الرز حوالي يعني 5 معالق سكر. لو حابين تزودوا زودوا، بس انا شايفة ان ده كده بيخليه مظبوط جدا، مش مسكر قوي. وشوية من الفانيليا، بلاش فانيليا سايلة في الموضوع ده خالص. عندي بقى كمان معلقة كبيرة من القشطة، وممكن جدا معلقة كبيرة من الزبدة لو مش عندي قشطة. الاتنين هيدوا نفس الطعم، بس انا بحبه بالقشطة اكتر. هسيبه مع بعضه كده على النار، يعني احس ان السكر داب والقشطة دابت كده. خلاص الرز بتاع اللبن بتاعي جاهز. هبتدي بقى اغرفه في الاطباق اللي انا عايزاها. في التقديم زي ما شفتوا انا ما حطيتش نشا، ما حطيتش لبن باودر، ما حطيتش كمان ولا كريمة ولا اي حاجة زيادة. كل حاجة عندي وبمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة. هنعمل كمية حلوة من الرز بلبن بطعم جميل جدا. هيبقى طعم قشطة كده، يعني حاجة حلوة جدا، احلى من اللي بناكلها بجد في اي محل. وطبعا زي ما انتم شايفين طريقته موفرة جدا، محتاجناش اي مكونات يعني جاية من الفضاء ولا حاجة. طبعا انا بغرفه في الاطباق واسيبه يهدى واحطه شويه في التلاجة. بيعمل بقى معايا الوش الجميل ده، وبيبقى جميل جدا وكريمي جدا. هيعجبكم جدا جدا لما تجربوه. ان شاء الله جربوه على ضمان. زي ما بطلب منكم كل مره، من فضلكم لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس لو اول مره تشوفوني. واقول لكم مع الف سلامه.